يلا بينا في الدرس الثالث بتاعنا نتعلم ازاي نعمل حساب على منصة انستجرام، لأنها منصة مهمة جدا للتواصل مع فئة كبيرة من الجمهور خصوصا الشباب. يلا بينا نتعلمها خطوة بخطوة. انستجرام تطبيق مليان مميزات، يلا بينا ننزله من على جوجل بلاي ستور أو اب ستور. هنعمل داونلود وبعد كده هندوس على ساين اب عشان تبدأ تعمل عملية إنشاء الحساب الجديد. ساين اب، سجل حساب جديد. ممكن تسجل بإيميل جوجل اللي احنا عملناه قبل كده، هيوصلك عليه على فكرة كود، فخليك فاتحه. اختار الطريقة اللي تريحك، دخل البيانات المطلوبة. طب هي ايه البيانات المطلوبة؟ اسم المستخدم، البروفايل يوزر نيم يكون شبه صفحتك، مش شرط تحط اسمك لكن حاجة بتدل على اللي انت بتعمله. مثال، لو اسمك أحمد وانت بتدرس ماث رياضة، فقول ماث باي أحمد. حاول ما تحطش أرقام كتير أو رموز ملهاش لازمة. بعدين حط صورة بروفايل، ممكن نفس اللوجو اللي احنا عملناه أو صورتك الشخصية. كل دوت ممكن تبقى بتستخدمه على صورة البروفايل. حول الحساب بعد كده لاحترافي أو لكرييتور. بعد ما تفتح الحساب الجديد ادخل على صفحتك الشخصية على انستجرام، روح على الإعدادات اللي هي السيتنجز، من القائمة اختار أكاونت اللي هو الحساب، وبعدين انزل تحت وخش على خيار اسمه Switch to Professional Account. ده على إنك تغير الحساب لحساب احترافي. حدد نوع الحساب. نوع الحساب الاحترافي يظهر لك فيه اختيارين، كرييتور أو بيزنس. لو أنت مدرس أو بيبيع كورسات ممكن تختار بيزنس. لو أنت صانع محتوى وبتقدم كورسات بس عايز الناس تبقى بتتابعك وتبني قاعدة، اختار كرييتور. أنصح دايما كل الناس خليكم كرييتور طالما أنتم أفراد. اربط بعد كده بحساب الفيسبوك. طيب ده إزاي؟ انستجرام هيقترح عليك إنك تربط الحساب دوت بصفحة الفيسبوك، إنك تختار الصفحة بتاعتك من القائمة، فبتدوس عليه. لو حابب تستنى ممكن تضغط نوت ناو لو مش حابب دلوقتي ومش عايز الناس بتاعت فيسبوك يشوفوا اللي عندك، تمام؟ او تبقى بتعملها بشكل مباشر وتتاكد من انه الاعدادات جاهزه، وكده بقى حسابك البروفيشنال جاهز، وبقى انت عندك استعداد انك تحط البايو. بقى نبذه صغيره عنك في حساب الانستجرام ده مشابه للوصف اللي كتبته على فيسبوك، بس هنا بيفضل ان يبقى فيه شويه ايموجيز ويبقى فيه كلمات صغيره مش كتيره. الدرس الرابع، يلا نربط حساب انستجرام بصفحه الفيسبوك. دي اخر خطوه ودي مهمه جدا، ربط الحسابين مع بعض. الربط ده هيخليك لما تنزل بوست هنا ينزل هنا، او ستوري هنا تنزل هنا، من اي صفحه هنا للصفحه هنا، او من الحساب ده للصفحه دي. والتعليقات ممكن تبقى بترد عليها كلها من مجال واحد وهو تطبيق ميتا بزنس سويت. اهلا بيكم في تطبيق النهارده وهو تطبيق ميتا بزنس سويت. واحد من اهم التطبيقات اللي لازم نشتغل عليهم لانه بيربط لي منصه واتساب، فيسبوك، انستجرام في مؤسسه واحده وفي منطقه واحده، وبيحفظ لي الوقت بدل ما اخش على كل حته وابدا اجاوب او ابدا اتفاعل او ابدا ابعت للناس رسائل. هو بدوره يربط لي كل حاجه في منصه واحده، متواجد منها على الديسكتوب، متواجد منها على تطبيقات الايفون والاندرويد. اقدر منه اني ابقى بنزل المنشورات بتاعتي، اقدر اني ابقى برد على متابعيني، اقدر اني ابقى بشوف المحتوى اللي المفروض ينزل خلال الفتره اللي جايه، اشوف التعليقات، اشوف كمان كل حاجه ليها علاقه بالمنشورات اللي نزلت، الرسائل، الاجابات او الاسئله اللي ممكن يبقى ليها اجابات مسجله. لو في حد من الفريق بتاعي عايز ابعت له رساله، لو عايز ابقى بتواصل مع اكتر من حد، ازاي ان انا ابقى بعمل دوت، ازاي انزل ستوري، ازاي ان انا ابقى بحضر واقرا كل حاجه ليها علاقه بتحليلات المحتوى بتاعي. فانا بنصح بيه لانه واحد من اهم التطبيقات اللي بيربط لي كل المنصات، فيسبوك، انستجرام، وكمان الواتساب في منطقة واحدة، وكمان بيتربط بالإعلانات، فبقدر إني أبقى بشوف نتائج الإعلانات منه، كل شيء بشكل مفصل. أقدر إني أبقى بشوف وراجع وحلل أنا وفريقي كلنا على تطبيق واحد، بدل ما نفضل متقطعين على الثلاث تطبيقات، انستجرام، فيسبوك، والواتساب برضو. يلا بينا نبدأ رحلة تطبيق ميتا بزنس سويت على الموبايلات بتاعتنا. في فيديو النهاردة هنتكلم عن تطبيق ميتا بزنس سويت. هو ده التطبيق اللي هيكون بيساعدنا على ان احنا نبقى بنربط حسابات الفيسبوك وانستجرام ببعض، ونقدر ننشر من خلالهم مرة واحدة، بدل ما نبقى بنروح نبوست على انستجرام ونرجع نبوست على فيسبوك ونتعب في الاتنين وياخد وقت اكتر وانترنت اكتر ويبدأ يعطلنا ويأخرنا. كمان ممكن نرد على الرسائل من نفس التطبيق. طيب نعمل ايه؟ انت لو على اندرويد فانت هتروح على البلاي ستور، ولو على ايفون زي الفيديو ده فانت هتدور على الاب ستور، العلامة الزرقاء انت اكيد عارفه لان بتنزل منه تطبيقاتك، ونفس الكلام في البلاي ستور. هنخش عليه وهنكتب فوق
ميتا بزنس سويت. خليني برضو اكتبها معاكم من الاول. ميتا هو بيطلعها لي اول ترشيح على طول، ميتا بزنس سويت. تمام، هو ده شكله اهو زي ما انتم شايفين اهو، اللي عليه الدايره اللي لونها ازرق. هنروح ننزله وندوس على تنزيل. طيب هو بينفعني في حاجات كتيره جدا 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 التطبيق دوت. من اهم الحاجات اللي بيساعدني فيها هو اني اقدر اشتغل في مكان واحد، انه بيخليني اقدر اكبر البيزنس بتاعي واوصل لاكبر عدد من الناس. بيساعدني على اني ابقى بعمل كمان جدولة للمحتوى من نفس المكان، من غير محتاج اني انا ابقى بروح اعمل جدولة على فيسبوك، جدولة على انستجرام. كمان اوقات بقى بيدخل واتساب، لو انت عندك واتساب بزنس فممكن تبقى بتربط بيه. كمان بتقدر تعمل تحليلات وتبدأ تشوف عدد المتابعين من خلالهم بشكل مفصل، مين جاي لي من اي بلد، مين جاي لي من فين. كل دي حاجات ومعلومات بيديها لك تطبيق ميتا، وهو التطبيق الرسمي لشركة ميتا، هي الشركة المالكة للفيسبوك وانستجرام. طيب نزل التطبيق، اول حاجة بروح اعملها هي في اوبن او فتح. انا بدوس على اوبن، بيبدأ يفتح لي التطبيق. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة. انا خليني اقول مثلا من الاول انه انا لا، يعني علشان انا كنت مسجل فيه قبل كده، فخليني اخش معاكم من الاول. هقول له نوت يو، انا هنا، ويقول لي دخل الايميل والباسورد. بمجرد ما بندخل الايميل والباسورد بيبدا يقول لنا هل انت حابب ان الميتا بزنس سويت يبدا يبعت لك نوتيفيكيشنز او اشعارات علشان تبقى متابع معاه وفهم اول باول. فانا بدوس على allow او اوافق. دي الصفحه الرسميه بتاعه ميتا او الهوم بيج اللي ببدا اخش عليه، اللي بيقول لي فيه عدد متابعيني قد ايه. انا طبعا رابط الفيسبوك وانستجرام، بس انا فكيتهم علشان نعمل الخطوه دي احنا مع بعض. طيب في حاله زي كده وانا محتاج ان انا ابقى بربط الاثنين، الخطوه اللي انا بعملها هنا ببساطه هي اني بروح على تطبيق انستجرام بتاعي. ادي ده شكل تطبيق انستجرام بتاعي، دي الهوم بيج بتاعتي، وبروح على edit profile وبدوس عليه هدوسه. هبص تحت هلاقي انه في البروفايل انفورميشن الجزء بتاع الصفحه، انا لو دوسه هلاقي كونكت، فيقول لي كونكت اور كرييت ا فيسبوك بيج. فانا هقول له كونتينيو، استكمل. هيبدا يسالني يقول لي لوجين تو فيسبوك، اقول له دخلني على الفيسبوك عشان اربط. بيأكد عليا تمام، هو المفروض دلوقتي هيبدا يدخلني على الفيسبوك. كونتينيو از مارينا، تمام، هي المالك للصفحه. فيبدأ يسألني عايز أي صفحة. أنا الصفحة بتاعتي هي أول صفحة، فببدأ أختارها وأتأكد إن هي، فأروح دايس بعد كده مثلا connect وأسيبه هو يبدأ يعمل الكونكت بنفسه. في الحالة دي ربط الاتنين ببعض وبيقول لي your account of Instagram is now connected بالفيسبوك، أو حسابك الشخصي على انستجرام بقى مربوط بالفيسبوك. فتمام بعمل ريفرش مرة هنا، أقفل التطبيق بتاعي على انستجرام واروح على الميتا. ممكن اعمل ريفرش، هو لسه ما سمعش. طيب انا ممكن اتاكد باني انا عامل، اروح للمنيو المور settings، دي الكونكشنز بتاعتي. طيب في حالة زي كده خليني أجرب الأول مرة إني أبقى بقفل التطبيق وافتحه تاني. قفلت التطبيق وفتحته تاني، لقيته هو بيقول لي هل حابب إنك تكونفيرم الأكسس وتخش تربط الحسابين ببعض. أنا بدوس confirm أو تأكيد allow access to Instagram messages، تأكيد. بيبدأ يقول لي continue using Facebook، أو بأكد الدخول باستخدام الفيسبوك. يبدأ يأكد عليا علشان أربط الاتنين، yes finish adding. نعمل ريفرش، وبالظبط هما الاتنين ظهروا جنب بعض اهم. هتلاقوا ان علامة الفيسبوك جنب علامة انستجرام، الاتنين جنب بعض. وكمان يلا بينا نبدأ نخش بقى ونفصص اكتر في شكل الواجهة الخارجية. انا اول حاجة عندي هي ايه؟ هي كرييت بوست او انشاء محتوى او انشاء منشور. وبلاقي عندي اكتر من حاجة، بس انا لو دوست على كرييت بوست بيبدأ ان هو يسألني هل انت عايز تبدأ تنشر قطعة المحتوى دي على الفيسبوك
ولا الفيسبوك وانستجرام؟ انا بختار فيسبوك وانستجرام، وابدا ان انا كده ابقى جاهز ومستعد انه المحتوى ينتشر او يتنشر على الاثنين. طيب كده تمام، ببدا اكتب اللي انا عايزه. احط لو عايز احط صوره فبقى احط صوره من هنا. يسالني عايز تخش على الكاميرا والفوتوز بتاعتك، فبقول له كونتينيو او دخلني. اعمل allow full access، خش على كل حاجه علشان تقدر تبقى بتاخد منها كل شيء. تمام تمام تمام. اقدر اختار دلوقتي كده من المحتوى اللي عندي، لو في حاجه مثلا هي اللي عايز ابقى بنشرها، فيديو زي ده مثلا، فابدا اقول له دون، بقى عندي ده موجود. ابدا اروح للوكيشن، هو المكان نفسه انا عايز انشر واقول ان انا من فين. فابدا مثلا اقول اني عايز فيديو زي كده ينتشر او يبقى موجود في منطقه معينه. فتعالوا بينا نروح للوكيشننج. هبدا اروح لللوكيشن. فاللوكيشن هو الموقع بتاعي، انا عايز ابقى بنشر الفيديو ده لفين. وهنا معلومه مهمه، هو مش بس احنا بنقول موقعنا الحقيقي، لا احنا بنقول الموقع اللي عايزين الفيديو ده يظهر لاغلبيه الناس اللي فيه. فلو انت بتبيع منتج في مكان ما او خدمه في مكان ما، حط في اللوكيشن الخدمه اللي انت عايز الناس تبقى بتجيلك منها. فهروح على اللوكيشن وابدا اترن اون، اقول له يعني استخدم مكاني ايا كنت انا فين، وابدا حط الحته اللي انا عايزها. فحط المكان اللي انت عايزه، الفور سيزونز مثلا لو انا عايز ابدا استهدف ناس من هناك. اقول بعد كده الفيلينج او الاكتيفيتي بتاعتي، هو انا عايز ابقى بحسس الناس بايه، ايه الشكل اللي بيعبر عني. انتوا كلكم عارفين اكيد ايه هي الاكتيفيتي، واللي مش عارفها هي من الاخر لو انت بتعمل محتوى سعيد تحط هابي، بتعمل محتوى بتنشر فيه بهجة بشكل ما او بتشكر ربنا على شيء ما بتحط بلزد. بتبدا بعد كده تشتغل على نوع المحتوى. اظن الوشوش نفسها مترجمه، مش محتاجه ابقى بترجم اكتر. الاكتيفيتيز هي انت عن ايه، هل انت مكان احتفالات celebrating، هل انت بتعمل حاجه عن الاكل eating، event attending، listening to لو انت بتشارك حاجه ليها علاقه بالموسيقى، thinking about، وهكذا. وبعد ما تخلص تعالوا نختار ايا كان الحاجه اللي احنا عايزينها. انا مثلا بعمل حاجه عن السبورتنج، عن الدعم، فانا بيبدا يسالني هل في مؤسسه معينه هي دي اللي انت تابع ليها ولا لا. لا يا سيدي انا مش تابع لاي مؤسسه، فعايز ارجع اكنسل. تمام خلاص مش محتاج حاجه. هل انا عايز يبقى الناس بتبعت لي مسجات، فادوس على جيت مسجز، فيبدا يقول لي تمام انا هبدا ابعت لك لو البوست ده هينزل على الفيسبوك بس ساعتها هيجي لك مسجات. فانا اقول له والله مثلا خلاص انا هتنازل عن انستجرام في مقابل المسجات اللي هتجيلي. في الحاله دي هيبقى بمجرد ما الناس هتدوس على البوست يجوا لي على طول في المسجات. لكن انا مثلا لو عايزه انستجرام وفيسبوك هتنازل خالص عن حته المسجز دي، مش هتبقى نفعاني او لازماني. فخلاص طيب انا شكرا انستجرام مش عايز، انا كده هكمل اكتب هنا كده البوست بتاعي. وبمجرد ما ابقى كاتب انه مثلا فوائد الاستشاره التسويقيه، طبعا بعد كده هنبقى بنتعلم اكتر ازاي نكتب الكابشن، لكن انا بكتب دلوقتي حاجه بسيطه علشان امشي معاكم العمليه نفسها. دوس نيكست. ده بيقول لي شكل قطعه المحتوى بتاعتك هتطلع للناس بالشكل ده. هل عايز تنشرها دلوقتي publish now، ولا عايز تسكجول فور ليتر يعني تعمل لها اعاده جدوله؟ فابدا انا لو دوست عليها فيبدا يطلع لي كالندر او نتيجه، يقول لي عايزه النهارده الساعه كام، ولا عايزه بكره، ولا عايزه في اي ميعاد. علشان ممكن تبقى بتعمله مثلا يوم الجمعه الساعه 12 وانت مثلا بتصلي، او يوم الجمعه الساعه 7 الصبح وانت نايم، يبقى بينزل للناس علشان ما تضطرش تقوم وتصحى من نومك علشان تعمل المنشور دوت. تمام انا دي النتيجه اللي انا عايزها، خلصت. فبروح بعد كده ادوس فوق خالص سكجول او جدوله. في حاله ان انا مش عايز انشره دلوقتي لكن عايز افضل مخليه عندي عشان ارفعه لان انا قاعد في مكان الانترنت بتاعه مثلا كويس، فهدوس على سيف درافت وبعد كده من فوق سيف درافت. طيب في حاله ان انا عايز ابدا اعمل له اعلان ممول، هنا ممكن تبقى بتروح لبوست بوست، بس دي مش افيلبل لان احنا لسه ما فعلناش الصفحات نفسها ولا ربطناها بكروت الفيزا، فهتبقى مقفوله في الفتره الحاليه. لكن انا عايز اعمل له سكيدجول مثلا، فخلاص انا اخترت الميعاد والتوقيت دون تمام، اروح اعمل له سكيدجول، وهو بيبدا ياخد وقته علشان يعمل له السكيدجول بتاعه. نرجع للواجهه الرئيسيه بتاعتنا في البرنامج. عندنا امكانيات تانية ممكن نبقى بنستخدمها، وهي ان احنا ممكن نبقى بننزل ستوري حالة زي ما بيتقال. نبدأ نختار الفيديو اللي احنا عايزينه ونشوف مثلا احنا عايزين ننزله ستوري بالشكل ده. تمام
فيبدا يسالني لو عايز اي امكانيه من الامكانيات اللي فوق، عايز تحط رابط مثلا، عايز تحط لينك يعني الناس تبقى بتروح له، عايز تبقى بتحط صوره تانية عليه فممكن تختار مثلا، او ستيكر بشكل من الاشكال تبقى بتحطه مثلا عليه وتسيبه، عايز تبقى بتشيل الستيكر بتروح بتاخده كده من كانك بتحركه، بتدوس دوسه مطوله وتروح على علامه صندوق القمامه او تراش دوت. عايز تكتب كلام على الفيديو فتكتب مثلا فوائد الاستشارات، عايز تبقى بتقول مثلا بشكل من الاشكال اي معلومه جديده مش موجوده في الفيديو، حاجه انت نسيت تحطها، تكبره وتصغره بانك بتمسكه تلفه تجيبه يمين او شمال. معلومات قد تكون بسيطه لكن خليني برضو ابقى كده علشان نفتكرها مع بعض. طيب بعد ما خلصنا بتروح بعد كده على نيكست، وبيبدا يسالك عايز تنشره فين. طيب فيسبوك وانستجرام، طب عايز تنشره دلوقتي publish now ولا تعمل له جدولة ينزل في وقت تاني فتدوس على schedule later بحيث تنزل في وقت تاني، ويبدأ يسألك هنا على التوقيت. نفس فكرة نشر البوستس بس هنا هي بشكل مفصل أكتر وملائمة أكتر للحالات أو الستوريز بتاعت انستجرام وفيسبوك. عندنا كمان الجزء بتاع الادفيرتايزنج، ده في حالة انك انت عايز تعمل اعلان بشكل ما، اعلان ممول، لكن انا مش هشتغل عليه هنا، انا حابب ان انا ابقى بشتغل معاكم على الادز مانجر، تطبيق تاني بيكون مفصل اكتر. طب في حالة ان انا عايز ابدأ اتابع واركز في الجزء بتاع الارقام التحليلات، بعمل ايه؟ هو بيديني مثلا عدد الفولورز اللي عندي على الفيسبوك اهو، وعدد الفولورز اللي عندي على انستجرام اهو. تعالوا نتخيل ان احنا عايزين نحلل مثلا الفيسبوك، فبخش بدوس عليهم دوسة، فبيبدأ يقول لي انت الارقام بتاعتك لو عايزها دوس اكتر على الجزء بتاع الكرنت اودينس، فادوس عليهم يبدأ يجيب لي الفيسبوك لوحده اهو فوق على الشمال. يبدأ يقول لي الايدج والجندر، يعني جنس وعمر الناس اللي عندك، انا حوالي 50% منهم ستات، 49% رجال، هم اكتر من 50 شوية واكتر من 49 شوية. ويبدأ يقسم لي بالأعمار، يقول لي إنه من 18 ل 24 سنة دول رقم 3 مثلا، أو التالتين 19 و2%. أكبر جمهور عندي هو اللي من 25 سنة ل 34 سنة، دول حوالي 38%. وأقل ناس عندي هم اللي بعد ال 65. طيب في أرقامي كمان، أنا عندي في القاهرة أكبر جمهور، اسكندرية، المنصورة، الجيزة، ترول معرفش فين دي اصلا المندوره. بيقول لي اكبر البلاد اللي فيها متابعات مصر، السعوديه، الامارات، المغرب، الجزائر. طيب ده بالنسبه للفيسبوك. عندي هنا في علامه فلتره، لو عايز ادوس عليها دوسه هيبدا يقول لي لو عايز تشوف الستات او معلومات اكتر عن الستات، لو انا ببيع منتج للستات، فبص ابتدى يجيب لي معلومات مفصله اكتر عن الستات. لو دوست تاني واخترت الرجال فهيبدا يجيب لي معلومات اكتر عن الرجاله. لو انا عايز الاثنين فبدوس all، فبيجيب لي الاثنين المفروض مع بعض ويجيب لي كل التحليلات بتاعتهم. نفس الكلام في انستجرام، لو دوست عليها هيجيب لي معلومات اكتر، يقول لي مين جمهوري، يقول لي المدن اللي انا بيتم متابعتي فيها من فين، وابدا اعرف اكتر. ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في اني وانا بعمل اي فيديو او قطعه محتوى ابقى عارف ان جمهوري الاغلب من الفئه دي، سواء هو شباب، سواء هم بنات او رجاله، ايا كانوا هم مين، فابدا اعمل محتوى يبقى شبههم علشان افضل ازيد واكبر، وابقى عارف ان هم دول جمهوري اللي انا محتاج ابقى بوصل لهم رسالتي بلغتهم هم. طيب ده جزء التحليلات. ممكن نرجع ونشوف جزء مهم جدا وهو جزء الرسائل، وده بنلاقيه تحت خالص في الجزء بتاع الانبوكس. خليني بس اوريكم شكل الواجهه بتاعتي، هو بيوري لي او يسمح لي ان انا ابقى بتطلع على شكل المحتوى بتاعي بشكل مفصل. يقول لي النتائج بتاعتي انا عامل ازاي الفتره اللي فاتت، والله نتائجك وحشه يا جوزيف، احنا الريتش بتاعنا قل شويه علشان انت ما بقتش بتبوست، انت مركز في الكورس وسايب السوشيال ميديا، لو سمحت ركز اكتر في السوشيال ميديا. وبيقول لي الريتش بتاعي عامل ازاي، بينزل ولا بيعلى. بيقول لي لو عايز تبعت دعوه لاصدقائك ممكن تعمل لهم دعاوي من send invitations من هنا او invite friends من فيسبوك friends، فادوس على invite friends فيديني امكانيه ان انا ابقى ببعت لحوالي 100 شخص في اليوم رسائل علشان يجوا ينوروني ويعملوا لي فولو على الصفحه. فهو يبدا يقول لي مثلا ابعت للناس دي رسائل علشان يكونوا موجودين، فانا تمام هبدا ابعت بالفعل رسائل اهو، انا بشير معاهم وهم بيديني في اليوم 100 invitation ابدا ابعتها للناس كل وقت. كل يوم انت ممكن تبقى بتبعت، ممكن تبقى بتشوف عندك قد ايه مثلا من انفيتيشنز اللي فاضله فتبعت للناس وهكذا، ويبدا بعد كده نخش لمرحله الانبوكس.
مرحله الانبوكس هي مرحله الرسائل، هي لو في ناس عايزه تبقى بيبعت لها رسائل او هم بيسالوا عن حاجه خدمه من الخدمات اللي انا ببيعها زي كورس التصوير والمونتاج قبل كده او زي الكورس ده، هخش على الانبوكس وادوس عليه دوسه، بيبدا يقول لي لو عايز تشوف الانسايتس او المعلومات بتاعه الرسائل بتاعتك احصائياتها عامله ازاي، ممكن ادوس فيو انسايتس فيبدا يديني عنها رسائل اكتر، انه جالي ناس قد كده، في ناس قد كده اتحولوا، في ناس جولي من اعلانات، الاوفر فيو بتاعي، الريزلتس بتاعتي، النتائج بتاعتي عامله ازاي، انا دفعت قد ايه علشان يجي لي ناس قد ايه، شكل المحتوى بتاعي قد ايه اثر في الناس فخلى الناس تخش تسال، الريتش بتاع كل قطعه عامل ازاي، الجمهور بتاعي برضو طبيعته عامله ازاي، فابدا اعرفه اكتر وافهم عنه اكتر، وهكذا. انا هرجع خالص من الانسايتس واشوف مثلا انا عايز ارد على حد من المشاركين معايا، فهروح مثلا على لبنى، هي بتسأل عن الاشتراك، تمام الاشتراك ازاي، باجي للسطر اللي تحت ابدا اتكلم معاها عن انه انا عندي هنا ما يسمى بالسيفد ريبلايز او الرسائل المسجله، علشان الناس اللي بتجيلي اكيد بيكون مهتمين او يعني انا مهتم ان انا اساعدهم باسرع شكل من غير ما اتعبهم، فبعمل ايه؟ بروح من فوق على علامه القلم دي وادوس عليها دوسه واكتب رساله مسجله جديده، فان كان مثلا انا عايز ابقى بقول انه عنوان الرساله ترحيب ومعلومات، وتحت بطن الرساله هبدا اقول اهلا بيك يا صديقي، يا رب تكون بخير، أنا مبسوط إني بتواصل معاك. بيديني إمكانية إني أقدر أزود صور ترحيبية، فلو دوست ممكن أبقى بحط أي صورة مثلا، دي تمام تبدأ إن هي تبقى مضافة، بيديني إمكانية إن أنا من علامة الزائد دي أقدر إن أنا أبقى بحط الفيرست نيم بتاعه. يعني ايه الفيرست نيم؟ يعني بدل كلمة يا صديقي يبقى الموضوع موجه اكتر، فاخليه يختار اسمه هو، فادي جه اسم صديقتنا اللي كانت بتسأل، بمجرد ما انا بدوس ده وبدوس سيف هيجي لي السؤال يقول لي يعني هو هيبقى بعد كده لكل الناس باسم لبنى عبد العزيز؟ هقول له لا، انا بمجرد ما اخترت الفيرست نيم او اللاست نيم اسم العيله او الفول نيم الاسم الكامل او اسم الشخص الراسل او اسم الصفحه بتاعته او العنوان، بيبدا يطلعه على حسب الشخص اللي بيسال، فتبقى الرساله كانها موجهه كاني انا بكتب اسم شخص، وبعد كده بدوس دون، بدوس سيف، وهلاقي انه الرساله بعد كده بشكل تلقائي بقت مسجله عشان ابعتها بعد كده لاكبر عدد عندي من الناس، واديكم شايفين اهي بقت موجوده اول رساله خالص. انا دلوقتي طبعا مش محتاجها فباخدها واسحبها للشمال، لو عايز اعمل فيها تعديل ان انا اغير حاجه او اغير صيغه بدوس اديت، لو عايز امسحها بدوس ديليت، وده اللي هعمله دلوقتي. وبمنتهى البساطه هي دي طريقه الرسائل اللي ممكن تتبعت. طيب انا عايز مثلا ابقى برد عليها برساله من الرسائل اللي انا كنت مسجلها قبل كده، وهي حظها حلو ان هي سالت النهارده في الاوفر، فهبعت لها الرساله اللي انا كنت مسجلها، هتوصلها الرساله وهي بعد كده هتبقى بتتفاعل معانا. عظيم جدا جدا. نرجع بعد كده لجزء مهم قوي، وهو اني عايز ابقى بشوف ايه الصف اللي جنب انبوكس اللي فوق. اول حاجه هي علامه الفلتره، لو انا عايز ادوس عليها هيجيب لي انت عايز ترد على الماسنجر بتاع الفيسبوك ولا الانستجرام ولا الواتساب لو انا رابط الواتساب، ولا الرسائل المهمه اللي انا كنت معلم عليها قبل كده. طب بعلم ازاي على الرسائل المهمه؟ حاجه حلوه، تعالوا نروح اوريكم ازاي. بدوس على الرساله نفسها بسحبها او بدوس عليها دوسه مطوله على حسب انتوا عندكم هو عامل ازاي، بجيبها كده للشمال وبكتب عليها مثلا من مور اهي ان هي مارك از ان امبورتنت او موف تو سبام او ديليت كونفرسيشن، امسحها. انا بخليها هي طبعا معمول لها مارك از امبورتنت لان دي واحده بتسال، لو عايز اشيلها بعد كده او عايز احط عليها نجمه ان انا ابقى برجع اسال عليها تاني فبدوس فولو اب، فبقى موجود ادي نجمه موجوده على لبنى علشان بعد كده انا ارجع واشوفها تاني، برجع تاني ادوس من فوق علشان اشوف الفلتره واتفرج. تمام، فولو اب دون السبام. انا في حاله ان انا ما ردتش على الرسائل بروح للانريد او التي لم يتم قراءتها، وبيبدا يعرض لي كل رسائل الناس اللي انا لسه ما ردتش عليهم. طب عايز ارجع لكل الرسائل بدوس اول مسجز. عظيم جدا. طيب لو انا عايز ابدا ادور على حد باسمه بدور في علامه البحث واكتب اسم الشخص اللي انا عايزه. طب لو انا يعني العلامه دي معناها ايه؟ معناها ان انا ببقى متاح من فتره كذا لفتره كذا، ودي مهمه قوي علشان في ناس كتير قوي بتبقى بتبعت وانا مثلا نايم فالناس تتضايق ان انا ما ردتش، فممكن تبقى من هنا بتحدد المواعيد اللي انت حضرتك مش متاح فيها، فتبدا تعمل رد تلقائي
من خلال انستنت ريبلاي، انك انت تبقى بترد على الناس تقول لهم جمله معينه عايز تقولها على ماسنجر او انستجرام، تبدا من علامه القلم هنا تبدا تدوس عليه وتقول اهلا بيك، انا اسف انا استقبلت رسالتك لكني مش متاح. فاهو ممكن ندوسها ونجربها سوا. اهلا بك، بعتذر لحضرتك اني غير متاح وهكون متاح في المواعيد التاليه، وتكتب المواعيد المتاحه ليك وبتعمل سيف، وبكده تكون هي بقت متاحه. انا مش محتاج ده لاني دايما الحمد لله انا والتيم بتاعي بنرد على الشباب، فبكنسل، وده بقى الرد التلقائي اتعلمنا بنعمله ازاي. طيب اخر حاجه خالص، انا بس محتاج ارجع ادوس عليه علشان ايوه اخليها باللون الاخضر، فمعنى كده ان انا متاح وجاهز للدردشه. عندي فوق من الثلاث نقط اللي فوق بيديني مجموعه استفسارات، خليني برضو اوريها لكم. اهو هرجع ادوس عليها تاني. لو في اقتراحات معينه، لو في اوتوميشنز يعني الردود السريعه زي ما كنا بنقول، لو في اوردرز، لو في ناس عامله طلبيات بالفعل، لو انا عندي صفحه وبعمل طلبيات فانا بدوس هنا كرييت وببدا ابعت الاوردر باسم الشخص اللي هو عايز يشتري فابقى بحضره. لو انا عايز اني ابقى بدوس عليها وبعمل اسمع الاقتراحات بتاعته هو بيقول لي ايه، فيقول لي انا عندي والله انت مفعل كل الاقتراحات فالدنيا تمام، انت بتعمل السيفد ريبلايز او الردود الجاهزه فانت مش محتاج مني اي اقتراح. طيب عظيم. ايه تاني ممكن ابقى بتعلمه؟ ممكن ارجع للصفحه الرئيسيه وادوس على المور عشان ابقى عارف ايه الحاجات اللي عندي، فبيبدا يقول لي انت عندك نوتيفيكيشنز، ممكن تشوف النوتيفيكيشنز او الاشعارات. البلانر لو انت عامل اوريدي تخطيط لمجموعه بوستات هتنزل في الفتره اللي جايه، فدي والله البوستات بتاعتك اللي هتنزل الفتره اللي جايه، فاكرين البوست ده اهو بقى موجود انا مش محتاجه فممكن ابقى بمسحه او اسيبه، يعني خليني امسحه ممكن ما احتاجوش. وهكذا. لو عايز ابدا اضيف حاجات بضيفها من هنا، بشوف الجدول بتاعي بشكل مستمر دايما من فوق وبدوس كريت، دي البلانر بتاعتي. ارجع تاني للمور. لو عندي مقابلات ممكن اخطط لها من هنا فابدا احطها هنا وادوس مثلا ان انا عايز اعمل مقابله فادوس على علامه الزائد كريت ابوينتمنت او تحديد مقابله. بحط اسم العميل بتاعي، بحط الخدمه اللي انا ببيعها، بحط المواعيد، بحط ان هو يعمل لي ريبيت او يكرر لي وادوس بعد كده كريت من الازرق تحت لو انا محتاج حد. يعني انا ممكن كمان ابقى برجع تاني وبدوس على مور، ابدا اشوف انه لو في ايفنتس معينه انا بحضرها، اوردرز، الاحصائيات بتاعتي من انسايتس، السيتنجز زي ما اخدناها كده مع بعض نبقى بنشوفها وبنراجعها اول باول، دي كل حاجه عندي. لو انا عامل اوتوميشن، لو انا عامل مواعيد، لو انا في حد او حد معيني ادمن فبخش بشوف مين والله الادمنز اللي شغالين معايا، فده مثلا البيج اونر وجواها ببدا اخش واشوف مين الادمنز اللي موجودين. ارجع، ودي بتكون الصفحة الكاملة بتاعتي ومقدمة كاملة شاملة عن الميتا بيزنس سويت. يا رب تكونوا استفدتوا وانبسطتوا وبقى شغلكم منظم اكتر. لو عندكم اي اسئلة حضروها علشان تبقوا بتسألوها لنا في اللايف بتاعنا او على الجروب اللي ان شاء الله هنكون عاملينه ونبدأ نشتغل بيه. شكرا. عملية الربط اوتوماتيكيا للصفحة دي مهمة لانها بتسهل لك عملية البوستنج. دلوقتي احنا عملنا الربط ما بين الاتنين بنجاح، هتظهر لك رسالة انه تم ربط الحساب بنجاح. ممكن بيزنس سويت يوري لك حساب الانستجرام بتاعك ضمن قائمة الحسابات الموجودة، فتبقى شفت انه القائمتين او الحسابين موجودين جنب بعض، فساعتها تتأكد انه كده اتربط. وكمان الرسالة تكون متجمعة في مكان واحد عشان لو عايز تخلي ناس بعد كده تبقى بترد عنك مش شرط تديهم الباسوردز، لكن تخليهم ادمن على ميتا بيزنس سويت. عندنا تدريب عملي دلوقتي بعد ما خلصنا الخطوات، جه وقت التدريب العملي عشان نتأكد انك استوعبت كل حاجة وخدت كل الخطوات. يلا بينا سجل فيديو لنفسك وانت بتنفذ الخطوات دي كلها. امسك الموبايل، سجل الشاشة او خلي حد يصورك وانت بتعمل الايميل وبتنشئ الصفحة وبتفتح حسابك، لانه ده ممكن يبقى قطعة محتوى تشاركها مع الناس بعد كده. تابعوني يا جماعة وشوفوني وانا بعمل محتوى كذا كذا كذا، وشوفوا التفاصيل علشان انا كده ببني الفيديو بتاعي. ده هيبقى مرجع بعد كده هيفيدك قدام لسببين: لو نسيت ازاي الباسوردز كانت ايه، او عشان تعرف الناس خطواتك وانت بتصنع المحتوى بايدك. وبكده نكون خلصنا وحدة الخطوات الرقمية. انت دلوقتي عندك البنية الاساسية لحضورك القوي على السوشيال ميديا. عرفت تعمل اكاونت فيسبوك، عرفت تعمل اكاونت انستجرام بشكل احترافي، عرفت تربطهم ببعض، عرفت ايه هي المنصة اللي هما الاتنين مربوطين فيها وازاي تعرف ترد على رسائل الناس فيها ومن خلالها.
زي ما قلت لك في ناس كتيرة جدا قدروا ان هم يعملوا نجاح قوي بس بان هم بدأوا في الخطوتين دول، وابتدوا بعد كده يعملوا محتوى مستمر على المنصات دي. أشارك حضراتكم إني عندي كورس مفصل على إزاي نعمل كل ده خطوة بخطوة، اسمه كورس سبورة المحتوى. لو حضراتكم محتاجين إنكم تبقوا بتتعلموا أكتر، الكورس ده إن شاء الله يبقى بيفيدكم. لو وصلتوا معايا لنهاية الوحدة الرابعة، أتمنى إن حضراتكم تكونوا عاملين سبسكرايب أو اشتراك، علشان لما ينزل الفيديو الجديد يوصل لحضراتكم إشعار أو نوتيفيكيشن إنه الفيديو نزل، تقدروا تبقوا بتخشوا تتعلموا من اليوم اللي بعده. شكرا جدا لمتابعتكم. أنا مبسوط إن إحنا بنمشي مع بعض خطوة بخطوة في المشروع دوت.